ماله بهلك اصل ابويا حلاق. ها حلاق ضحكت عليا 7 سنين. روت الفنانة المصرية عايدة رياض كواليس مشهدها الشهير مع الزعيم عادل إمام في فيلم اللعب مع الكبار، عندما كان يتبادلان الضرب في أحد المطاعم بعد تهربه من الزواج منها، واستطاع هذا المشهد أن يبقي حيا في ذاكرة الجمهور حتى يومنا هذا، كما يتداوله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي من حين لآخر. عملنا بروفا جنرال وبعدين قلت له بص يا استاذ عادل معلش يعني لا هنضرب انا كده يعني. قال لي عايده انت رياضيه؟ قلت له خلي بالك. قلت له نتحد. لا سيما عندما يكون الحديث عن خلاف بين حبيبين أو زوجين. وعلقت عايدة في لقاء خاص على المشهد وذكرياتها معه في ظل وقوفها أمام عادل إمام، وقالت المشهد ده تاريخي، أنا اتضربت بجد. والهدوء لازم تبهناتي. ماله بهلك اصل ابويا حلاق. ها حلاق. انت عليك روح الاحداث. عملنا بروفة وقلت له بص يا أستاذ عادل بالراحة عليا، وهو قال لي أنت رياضية، على أساس إني كنت في فرقة قومية وفنانة استعراضية. لحد ما اترميت على الترابيزه كان وان شوت، كان مرعوب مني. قلت له انت عارف الشلوت ده مش يعني. وقالت هو قال لي اهدي انت رياضية وفي فرقة قومية، كنت بقوم معاه، لو كنت سبته كان زماني متقطعة منه. وبتاع فقال لي بقول لي اهدي مش اهدي عايزه انت رياضيه وفرقه قوميه تعملي لي لا. فيعني كنت بقاوم معاه يعني. لو كنت سبته كده من غير ما اصد كان زماني متقطعه. ده شني الشيله الاخيره بتاع الحمد لله قال ستوب على هنا. واضافت المشهد كان وان شوت لحد ما اترميت على الترابيزة وكان مرعوب مني، وقلت له ضربتي ليك دي حاجة بسيطة. وعن شعورها عندما تشاهد عرضا لفرقة قومية خلال الفترة الحالية، قالت أنا عامة لما بشوف فرق قومية بحس بحنين، لأن دي بدايتي وحبي وحياتي. انا عامه بشوف الفرقه القوميه او فرقه رضا في الصعب ببقى الحنين كله، لان دوت بدايتي وحبي وحياتي كلها. لا. يذكر إن اللعب مع الكبار هو فيلم مصري عرض عام 1991، وهو من بطولة عادل إمام وحسين فهمي ومحمود الجندي وعايدة رياض، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.